خرج النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بتصريحات مثيرة للغاية. وفي مؤتمر صحفي مع المنتخب الفرنسي اليوم سئل عن إمكانية الانضمام إلى ريال مدريد فأجاب: ريال مدريد حلم لأي لاعب في العالم، إنه أحد أفضل الأندية في العالم. وأضاف بطل المونديال السابق: هناك زيدان أيضا، ومقابلته والعمل معه هو حلم لأي لاعب في العالم. واختتم النجم الفرنسي في حديثه قائلا: أنا الآن مع مانشستر يونايتد وأنا سعيد هناك، لكن لا أحد يعلم ما الذي يخبئه له المستقبل. قالت صحيفة آس الإسبانية في تقرير لها أن نادي باريس سان جيرمان سيكون مضطرا لإجراء تعديل بمبلغ 150 مليون يورو لموازنة حساباته، وكذلك من أجل تجنب أي إجراء جديد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا. وأضافت الصحيفة في تقريرها على أنه ابتداء من الموسم المقبل سيكون لدى النادي الباريسي راع جديد، وهو مجموعة فنادق أكور مقابل 50 مليون يورو سنويا، أي ضعف ما كانت تدفعه شركة الطيران الإمارات الراعي السابق للنادي. وأشارت الصحيفة في تقريرها على أن هذه الاتفاقية الجديدة تنطوي على خطر محتمل ضد النادي الباريسي من قبل اليويفا، حيث أن دولة قطر مساهمة بنسبة 10.44% من شركة الفنادق من خلال هيئة الاستثمار القطرية. وقالت الصحيفة على أن النادي الباريسي قد يضطر لبيع نيمار أو مبابي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تحقيق التوازن المطلوب. ويعتبر نادي ريال مدريد أحد أبرز المرشحين للتوقيع مع أحدهما، وسيدفع مقابل ذلك ما لا يقل عن 200 مليون يورو. يذكر أن محكمة التحكيم الرياضي تاس كانت قد أعلنت قبول الاستئناف الذي قدمه النادي الباريسي بخصوص قيام يويفا بإعادة فتح التحقيق مع النادي الفرنسي، لأن طلب يويفا جاء بعد أن أغلق التحقيق في يونيو الماضي.